السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. نطلع لكم زهرة كالعادة فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح يكون متنوع. حنشارك معكم هادوما اليوم اللي ما شاركت معكم والو. ديزولي دي فوا نصور دي فوا من نعجز ندير المونتاج. هاكو تعرفوا بين الخدمة والعمل والمنزل اكو تعرفوا واحد ما يجي يتلقى هذاك لا فيديو يجدك حتى يتعب. اليوم غاتا حتى اهبل الدنيا بو هادية راح نديروها بطريقة بزاف بنينة. شوفوا هي بخسك اقتصادية لكن نخرجوها بنينة ديفا في المطاعم ما تلقاش البنة ديالها. من بعد نحكي لكم شوية عليها. هادوما الزيتون كالعادة الاطباق اللي انا نديروهم. بالنسبه للنصيحه تاع الزيتون اللي مدها لكم انايا جوب خفاغ ما نغليوهش كامل، ما نديرو لا هذيك لا السكر لا هادو ما العفاس باش ما يروحلوش الخ ديالو. انا نفضل نديرو في الماء البارد. نغيروا له الماء بخاصك واحد 3 مرات الى 4 مرات، نخلوه مده هكا ونعاودوا اشاك فوا نغسلوه مليح ونحولوا هذاك الماء. الطريقه راح تكون البنه تاع الزيتون ما راحش تروح لها هذيك. انا هذه الطريقه اللي نستعملها هنا. بيان سور انا درتو بلي فخيت، درتو هنا بالجزر، درت صوص حمراء، الثوم، زعتر، لاند. هاو تعرفوا هذه هي المرقه ديما كي تكون عندنا هكذا كونتيتي زعما باش نسربيوه ولا ديما نخلو ولا اعراس ولا مناسبات. النصيحه اللي نمدها لكم لاصوص المرقه لازم تكون دائما بكفايه، يعني تخلوه يستبن تجيب بنين يعني هذيك المرقه. خليوها تما ما كاين لا تروحوا تنشفوه باش من بعد كي تسقيو وكل حاجه. هذه هي اهم حاجه بالنسبه اللي يدو افكار المناسبات الاعراس والمطاعم. هذه هي هادوما نحكيو على اللي يحبوا يبداو هكا مشاريع جديده ولا عندهم تاع مناسبات. جو بريفير المرقه ديما تكون بزياده. هذه هي نصيحه نمدها لكم من عند زهره. هذه هي سلطه خفيفه منعشه هكذا بحاجه خفيفه. بالنسبه للكغاتا هاليك راهي سخونه، راهي شوفوا نقول لكم ما عندي ما نحكي لكم. بالنسبه لنوعيه تاع الفرماج ديروا كاين بزاف توكا نوعيات تلقاهم باسعار مليحه، يعني يمدوا هذيك. حاولوا تجيبوا حاجه من الفوقه اللي تمد هذيك لاكغاتيني باش تجيكم بنينه. هنا تشوفوني مخرجتها الكمون داير حاله. بالنسبه للكغاتا انا نحب الكمون يا جدك يعطي لها هذيك البنه. هنا اكيد درت لاصوص بيشاميل هي اللي راح. شوفوا هذاك الدجاج هو يتفتت لازم هذا طيبته وحده. السلطه الكغاتا هذه باش تبنينا. انا هذا الدجاج المغسول طيبته مع بطاطا وحده اخرى يعني بالتوابل، ومن بعد نحينا هذيك البطاطا. شوفوا انا الكريمه باش هذه هي اهم حاجه في الكغاتا. راح تزيد لها النص يعني درناها بالحليب الزبده يعني. وهذيك كش ما شاء الله نديرها لكم هنا. شوفوا هنايا هاي الكراهي ومن بعد رحيت مع هذيك البطاطا اللي طابت مع هذاك الدجاج. فتتو رحيتها وعاودت درتو في الميكسور مع الفرomاج، يعني فيها هكا فايس باش نخرجوا هذيك البنه ونخرجوا كونتيتي. هاي الكراهي هنا بعد ما استفتها كامل وعطيتها رشه هذيك تاع الكمون. درنا لها من الفوق هذيك لا بيشاميل هي اللي زادت فيها النص وراح تخليها تجي مشمخه وتجي بنينه. ملاحظه هنا اكو تشوفوا السنيوه انا كنت درت ديجا بخاصك واحد 2 كيسان يعني بالكثر على حسب سنيوه هذيا تاع مرق الدجاج اللي كنا طيبنا فيه تسمى باش هكذا تجي مشمخه لداخل وتجي بنينه. وهذيك البطاطا تستبن يعني ما تجيش ناشفه. تسمى المرقه هذيك اللي طيبوا بها الدجاج زيدوا عاودوا شمخوا بها هذيك لوغاتا. هنا هاكو تشوفوا كامل التفاصيل. صراحه جات بزاف بنينه. بورتو زهره كانت انا ديكلاريت باللي كنت تعبانه، كنت شويه هكذا الله غالب كنت شويه مريضه شويه اليوم، لكن الحمد لله خرجت روعه جات بزاف بنينه. هذه هي. هنا نوري لكم طريقه. هنا درت لها الفرماج بعد ما درنا هذيك صوص بيشاميل من فوق. درنا لها الفرماج من فوق اللي درنا راح يعطينا هذاك الوجه الشباب من فوق. وخليوها تاخذ تحميره. عفوا اول حاجه نشعلوا لها من تحت نخلوها يعني طيب مليح شويه مع هذيك الاخر ومن بعد نعطوا هذيك التحميره من الفوق. الشكل ديالها بعد ما قطعناها ولكن راهو جات روعه. جات تشوفوا هنايا تحسوها بلي جات خفيفه
قطعوها كما تحبوا في الكاغي. هذه بزاف تلقاوها تحبوا ديروها في المطاعم في المناسبات، ولا حتى في المناسبات هكا تكون عندكم مناسبه خفيفه، ولا تقدروا ديروا في الكغاتا هكا. انا درتها يعني هنا لاحظتوا معايا السر تاعها كيفاش درت الفخيت ومامتو قليتهم هكذا مكعبات، ومامتو درت بطاطس كنت غليتها مع هذاك الدجاج، تسمى ربحنا زوج حاجات، وهكذا تجي هذيك الطراوه هذيك الحاجه اللي تخليها تجي بنينه. هذا هو السر ديالها. الاطباق تاع زهره اللي ديما نطلع لكم وان شاء الله تكثرونا ليجام كثرونا ليجام كثرنا رجال، سورتو اللي عم ياكلوا. ديديكاس نجمه وينك؟ نجمه اللي تحب. هنايا في الاخير نقول لكم نقول لهم كامل بصحتكم، نحبكم كامل نعزكم. هنايا ديديكاس قويه محمد زياد كما يقولوا، نقولوا بون انيفرسير ان شاء الله ربي يطول في عمره يا رب العالمين، يفرحوا. هو باش نقول لكم لي جام تاعو ديما حاضرين هنا معايا. هذه هي الهديه تاع زهره مني الى محمد زياد او ليك راهو تاع نقول له ربي ان شاء الله يحفظك ويخليك وينور طريقك يا رب العالمين. قبل بلي راهو دوكا هنايا راهو راح يشوف هذا الفيديو راح يفرح. هذه الهديه تاعي كانت لمحمد زياد، نقول له ان شاء الله ربي يفرحك وينور طريقك يا رب العالمين. تهلاو لي في روحكم، نحبكم، الى اللقاء.